طول عمرها بتتعمل ب3 مكونات بس، ولا اكتر ولا اقل. النهارده هنعملها بخطوه واحده بس، من غير ترتيب ومن غير اي ادوات كهربائيه، بطريقه اهالينا. ودي التسويه المظبوطه اللي المفروض تطلع معاكي. الغريبه ما بتاخدش لون. سمي بالله وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وهقول لك اسرار محدش هيقولها لك غيري في الفيديو ده. اول حاجه لازم نستخدم في الغريبه سمنه بيضه. ده نوع السمنه اللي انا مستخدماه. طعمه حلو جدا يا جماعه، روابط طعم القشطه. علشان ناخد سمنه للغريبه ما ينفعش افتح العلبه واخد سمنه واشتغل بالغريبه على طول، لان السمنه في بتاعت العلبه زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بيبقى فيها ترميله كده محببه زي ما انتم شايفين كده على ظهر المعلقه. فهنعمل ايه؟ هاخد العلبه بتاعتي واحطها على نار هاديه، اسيحها، وهبدا ان انا اوزن السمنه بتاعتي على الميزان. هاخد على كيلو دقيق 600 جرام من السمنه، بس لازم اسيحها على نار هاديه علشان الترميله بتاعتها اللي في العلبه ما تبقاش موجوده، لان دي هتبوظ لي الغريبه. تمام. لازم نسيح السمنه يا جماعه زي ما قلت لكم. دي طريقه المحلات. تاني حاجه، بناخد على كيلو دقيق 200 جرام بس من السكر البودره. عايزه تزودي كمان 20 جرام من السكر معاكي، مش اكتر من كده، لكن انا بحب سكرها مظبوط جدا. دي السمنه بعد ما دخلتها التلاجة ساعتين تقريبا، لازم تكون ساقعه برضو. والدقيق معايا والسكر بس، هما دول. مش هنستخدم بقى اي ادوات كهربائيه خالص. هتحطي السكر على السمنه بالشكل ده بس. طبعا زي ما قلت لكم لازم تدخلي السمنه التلاجة قبل ما تشتغلي كده بساعه او بساعتين، وعليهم الدقيق بس، ولا اي حاجه رابعه. هم 3 مكونات دول: كيلو دقيق، 600 جرام من السمنه، 200 جرام من السكر. وزي ما قلت لك تاني، ممكن تضيفي 20 جرام كمان من السكر لو حابه ان سكرها يبقى باين قوي، لكن احنا بنحب سكرها يكون مظبوط او خفيفه السكر. وكمان ما تزيديش قوي في السكر عن 20 جرام لو حابه تزودي، علشان ما تفرش وتعضم منك وتنشف. بايديا بقى ببدا ان انا اعجن كل المكونات دي مع بعض لحد ما العجينه تندمج خالص. ما بتاخدش بالظبط 10 دقايق ان انت تبسيها مع بعضها، ولا بقى معجان ولا مضرب كهرباء ولا مكون. هما التلاتة على بعض كده بخطوة واحدة بس. خلصت خلاص عجينة الغريبة وبقت ملزقة في ايدي بالشكل ده. الخطوة كمان اللي لازم نعملها، ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها، ان احنا بعد ما نعجنها وتبقى ملزقة كده في ايدينا بالشكل ده، بننضف ايدينا وهي بتلم الطبق كده ما بتلزقش في الطبق. بقوم مغطياها ببلاستيك او مغطياها بستريتش راب، ولازم ندخلها التلاجة قبل ما نشتغل ساعة. طيب انا دلوقتي مثلا يا ميادة مش هشتغل ساعة، هتأخر شوية، نازلة رايحة مشوار، سيبيها في التلاجة مش هيجرى لها حاجة. عايزة تعمليها من بالليل وتاني يوم تشتغلي فيها، ولا هيجرى لها اي حاجة. اعجنيها وسيبيها متغطية في التلاجة، وتاني يوم اشتغلي بيها. بس هتطلعيها قبل ما تشكليها حوالي ساعة كده او نص ساعة تهدى، لان طبعا هتبقى متجمدة تماما. وبعدين تبدأي بقى ان انت تفركيها بايديكي بالشكل ده، وتبدأي ان انت تعجنيها تاني. برضو ما بتاخدش في ايدك 10 دقايق وبتكون العجينة نعمت ولمت تاني. بس طبعا بتسيبيها بعد ما بتخرجيها من التلاجة شوية، علشان بتبقى متجمدة جدا. خلاص كده بصوا ما شاء الله نضفت الطبق وما عادش فيه اي تلزيق. كده العجينه بقت جاهزه معايا. هاخد برضو قطعه واعمل لها اختبار واضغط عليها، مش هتشقق ابدا. استحاله بعد ما تعملي الخطوات اللي قلت لحضرتك عليها الغريبه بتاعتك تشقق. بالنسبة بقى للقطعة بتاعة الغريبة، أنا بعملها 10 جرام علشان بيبقى حجمها مناسب جدا. طبعا التزيين دوت على حسب إمكانياتك. أنا حطيت أنصاف من البندق، ممكن تحطي أي مكسرات تعجبيها، وكمان حطيت الملبس اللي هو الفضي ده، الولاد بيحبوه جدا. بعمل الكوره حوالي 10 جرام، مش بضغط عليها خالص، يا دوبك ضغطه على قد التزيين. يعني بحط البندقه بضغط علشان تثبت ما تقعش، او الملبسه برضو بضغط علشان تثبت ما بتقعش. ما بضغطش على الغريبه خالص، هي الكوره وبحطها في الصينيه. وطبعا الصواني مش مدهونه اي حاجه خالص. اما بالنسبه بقى للتسويه، هتسويها على درجة حرارة هادية. لو فرنك عالي هتظبطيه على 150. لو الفرن بتاعك مظبوط والحرارة بتاعته مظبوطة يبقى 160. على الرف الأوسط اظبطي لي بقى الموبايل على 10 دقايق وطلعيها، واوعي تلمسيها وهي في الصواني ولسه خارجة من الفرن، لأن هتلاقيها سايحة ومية، لأن هي سمنة وسكر. أول ما بتشمع وتاخد حرارة الجو تسيبيها كده في الصواني ساعة ساعتين، وبعدين تبقي تنقليها وتتعاملي معاها براحتك، ولا هتبصم ولا هيجرى لها أي حاجة. واوعي الغريبه تاخد لون من تحت. لو اخدت لون من تحت هتبقى ناشفه ومش ناعمه. اتمنى ان انتوا تجربوها وكون استفدتوا من الفيديو بتاعي، وان شاء الله تعملوا احلى غريبه من ايديكم. وما تنسوش تدعموني بلايك وشير عشان اكتر الناس تشوف الوصفه. وميرسي جدا لتعليقاتكم الحلوه، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل عام وحضراتكم بخير، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.